السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. منورين ومشرفين في قناه البسيطه جدا. بحبكم في الله ودمتم برعايه الله وحفظه. النهارده يا حبايبي انا جايه متاخره جدا جدا جدا. كنت جايه من بره وجبت لكم كام حاجه كده هتعجبكم ان شاء الله. لما تشوفوها هتعجبكم. الاول هلبس الجلافز بتاعي. انا بصراحه الحاجات دي عجبتني قوي قوي قوي. الاكياس اللي انا كنت جايباها دي استعملها حلو. الاول نقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك اللهم زدنا وبارك. ربنا يدينا البركه ويرزقنا الخير والبركه والرزق من عند الرحمن. اهم حاجه الصلاه والوضوء والذكر والوتر والقران، كل حاجه الحاجات دي كلها بتنفع. انا معايا ربع لحمه مفرومه، معايا هنا شويه خضار، معايا هنا كفته نور ماجي. هي مش محتاجه احط نور من ماجي اهو. ماما جبت لي يا ماما. دي بقى مش بتحتاجي ملح ومش بتحتاجي اي حاجه خالص. دي برضه حضرتك يا ست الكل تجيبي كده وتعملي كده. احبه يا ماما، احبه ده. تعملي كده. ممكن بقى تتكبل لو انت عندك وقت، بس انا بصراحه مستعجله جدا. هتفضلي تعملي كده وعود خضار كأنها كوسه الحاتي بالظبط، ولا تحطي بقى اي حاجه افتكاسات تانية خالص. حتى يا ماما. طب انا عايزه بس في 4 دقايق كده يكون الاكل بتاعي خلصان، عشان جوزي المفتاح بتاعي ضايع وهو راح يجيب كام حاجه. انا كنت عامله المكرونه، كنت بصراحه مستنيه اجيب اللحمه. تقومي بقى جايبه كده بتعملي الصابع على قد ما انت عايزه. ولو عندك الزيت بتاعك يكون سخن، ولو انت عندك يا ست الكل بس حاجه، ولو انت عندك بسم الله الرحمن الرحيم العصيان انا عندي، بس انا مستعجله جدا جدا جدا. ان هو يعني هيروح ويجي على طول. ده العشاء السريع بتاعنا. بس مش عايزه دوشه، انا قايله مش عايزه دوشه. ده هم خروجوا بره من غير ملح ومن غير اي حاجه. ده في ناس بتحط لها لو عندك فلفل اسمر مقدرنا يعني حاجه صغيره كده. فلفل اسمر، ممكن حبات فلفل اسمر بس. بصوا انا مش هعملها معاكم على النار بصراحه، لسببين 2 مش اكتر. ان انا لسه هبدل بقى الستاند وانا مستعجله جدا. انا هوريلكم بعد ما نخلص. وممكن احط لها موضوع التسميه اهو. ربع كيلو عمل معايا كام صابع محترمين. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 ماما واحدة. لو كل طفل، انا مثلا ما شاء الله ربنا كرمني بولدين، بولد وبنت، وانا وزوجي 4 افراد. لو كل واحد حط معانا 2 ب1000 هنا. مش لازم يعني نجيب الكيلو او ال2 كيلو. كده انا خلاص. وكده انا خلاص اهو اللحمه اهي وحطها. واحدة ده. تعالى بوريك الحاجه اللي انا بجد 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 فرحانه فيها بجد، والله العظيم فرحانه فيها قوي. هي بقى اللي انا فرحانه بيها اللي انا هوريها لكم حالا في الكنز. بجد مبسوطه بيها قوي 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 قوي. انا جبت الطبق الجميل ده. طبق جميل يا ماما. جبت الطبق ده يعتبر ربع طقم، مش طقم كامل بصراحه، بس يعني انا ايه اللي لقيته. ماما يا حبيبي يا ماما. بصي انا حاولت ان انا اجيب اوفق الطقم بحيث ان هو متوفق معايا اهو. ماما جميلة. ماما جميلة يا ماما. طبعا اللون ده هو ده. دي بقى ما لقيتش اللون، بس يعني بحيث انها برضه مفتحه معاكي الطقم. هي ده عامل كان ب100. دي ب35، ودي تقريبا ب25 وب25 وب25. كبير ليه؟ ايه رايكم بقى فيها؟ طقم 10 كده بصي. مزاج.
انا هنزل لكم الصفحه لان هو قال لي بصراحه اعملي دعايه، انا مش لا راضي عليه فلوس. بكرة. لا أكيد كفتة 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 كفتة. انا بقى هغسلهم ونشفهم عشان هنقدم فيهم الاكل النهارده. انا جبت المناديل اهو انشف بقى عشان لما نيجي نقدم الاكل ما ننساش، لان انا ممكن انسى. بصي انا لما رحت هناك كان في حاجات زي ما انا مورياكي كده. ماما بصي. انا اصلا هنا هعمل سلطه طحينه وهنا هحط كاتشب والصوصات اللي عندي جوه. واحد هنعمل مع بعض سلطه الطحينه. انا قدمت هنا اهو الكفته اهي، واحط المكرونه معايا هنا في الزيتون. هجيب بس معلقه صغيره احط هنا معايا الطحينه، معلقه طحينه في الطبق. انا هحط هنا الاول لانك انت ما ينفعش وتحطي بقى فلفل اسمر، كمون، فلفل اسمر مش كتير. سلطه الطحينه العاديه السيس خالص اللي مفيش فيها اي حاجه. كمون نقطه خل، ملح. الملح كتير بس هنزوده بقى مره. انا ما كترت الملح لازم تزودي الملح. انا حطيت الميه اهو، افضل اقلب. وادي سلطه الطحينه. هنا بقى نحط صوصات او كاتشب، مثلا صوص مستردة، صوص كاتشب اللي يريحك. خد دخله التلاجة. سيب ده. هنا بقى انا هقطع طماطمايه وخيارات. وكده يومنا يكون خلص، واتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واستنى تعليقاتكم ان شاء الله البسيطه. بحبكم في الله ومع الف سلامه.